بسم الله الرحمن الرحيم. المتحدث بومبا علات عمر مبارك فال، المعروف ببومبا الدومي. كنت مناضلا في بداية الانتفاضة، حيث قمت بالانخراط في صفوف المناضلين الصحراويين، وأنشأت معهم ما عرف سابقا بالحركة التلاميذية في الصحراء الغربية. اعتقلت سنة 2007. تعرضت للتعذيب والضغط النفسي والجسدي، ثم وجندت مكرها من أجل ضرب المبادئ والأشياء التي كنت أؤمن بها. ومن بين الأشياء التي رغمت عليها إنشاء موقع الصحراء ويكيليكس. كنت أتلقى المعطيات من طرف الأجهزة التي جندتني، وكنت مطالبا بنشرها مباشرة في الموقع الذي أنشأته، والذي أساء لمجموعة من المناضلين الذين كنت في الحقيقة أكن لهم الاحترام والتقدير، رغم أنني تورطت لاحقا في الإساءة لهم. وأغتنم هذه الفرصة للاعتذار علنا منهم، راجيا منهم تفهم وضعي والتجربة المريرة التي مررت بها. بعد اختراق موقع الصحراء ويكيليكس ومعرفة الجميع للحقيقة، تلقيت توجيهات جديدة أساسها مواصلة نفس النهج والاستمرار في هذا المشروع المنظم، وهو ما لم أعد أتحمله. وكما أشرت سابقا، فلم أكن على قناعة حقيقية بما أفعل، وعليه فقد قررت التوقف نهائيا عن السير في هذا النهج، وذلك بالرغم من المخاطر وجهلي لما يحاك له من طرف الأجهزة الاستخباراتية التي كانت تقف ورائي. أنا كشاب صحراوي لدي يقين تام بأن تجربتي هي تجربة المئات من أبناء الشعب الصحراوي الذين جندوا قصرا على التورط في التعامل مع هذه الجهات. ومن هذا الموقع أدعوهم إلى التحلي بالشجاعة والجرأة اللازمة لفضح هذه الجهات التي تحاول إيصالهم لدرجة لا عودة. وأتمنى من كل المناضلين الصحراويين الشرفاء مساعدة أمثال هؤلاء من أجل استعادة حياتهم الطبيعية والكريمة. وأخص بالذكر أمينة حيدار، أخص بالذكر أيضا سلطان خية، أخص بالذكر غالية جمني، أخص بالذكر براهيم دحان، أخص بالذكر أيضا سيدي محمد ددش، أخص بالذكر محمد سالم ركحل، أخص بالذكر داه مصطفى دافا، أخص بالذكر أيضا الغالية جيمي، وأخص بالذكر الأخ سالم طويف، أخص بالذكر أيضا الحافظ التوبالي وغيرهم. أعتذر إلى كل هؤلاء ومن خلالهم إلى الشعب الصحراوي قاطبة، وأطلب الحماية من كل الفاعلين الصحراويين والدوليين، وأحمل كل المسؤولية للأجهزة المغربية عن سلامتي وعن كل ما يحل بي من أذى. أريد أن أقول أنني سعيد بهذه النهاية رغم ما سببته من أذى للبعض، لكون الحقيقة قد ظهرت. وأتمنى من كل الصحراويين الذين تحدثت عن كونهم قد يكونوا تورطوا في مثل هذه الأمور أن تتاح لهم الفرصة للعودة من جديد إلى حاضنة الوطن والشعب الصحراوي.